السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون احوالكم كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كما شفتوا اليوم روتين جديد، فيديو جديد، يعني غادي نوجد معكم فقط الغديوه ديالي كيف ما هي. يعني غديوه بسيطه. راه العديد اللي ما كيعرفش، الاغلبيه كثير اللي ما كيعرفش يشوفوا القناوه، فقلت لي ما لا نشاركو معكم. كما شفتوا ها هو هذا اللي ما كيعرفوش مزيان. هنا بالنسبه لفاس معروف هنايا في القناوه، فبعض المتناقلين اللي كيعرفوا راه داير بحال الصوجه. هو راه حباته صغيورين كما كتشوفوا، تقريبا داير بحال قده ديال العدس. صراحه كيجي بنين بزاف بزاف بزاف. وكما شفتوا نوريكم الطريقه باش كنحضروا انا، كيجي بنين بزاف. كما شفتوا عندي هنا المعدنوس راه ديجا عاد قطعته دابا، عاد مازال طري. كما شفتوا مطيشه وبصله والمزيودات اللي كيبغي الحار فاكيد راه غادي يضيفهم، والعطريه غادي نوريها لكم. من اول حاجه غادي نبدا بها فهي هاد ما قلت لكم. فانا اول حاجه غادي نسلق هذه واحد شويه، يلا تقريبا ما كملش تقسم، يلا واحد 3 دقائق غير معلا ما نحك مطيشه ونقطع البصله رقيقه. وديك الساعات غادي نحل عليها نصفيها هي باش ديك الماء كيهبط، كيكون كحل كيهبط، وغادي ندير لها شرموله ديالها ونردها طيب. يلا خليكم معايا وما تمشيو فين. ودابا انا كيما شفتوا انا درتو غسلته مزيان. من بعد ما غسلته وكنت ديجا قبل راني منقيه من داكشي اللي كيكون فيه حتى كان شي حجار ولا شي حاجه، نقيته مزيان. ودابا غسلته وعاد درتو كيما شفتوا في الطنجره. من بعد درت واحد شويه ديال الماء، غادي نردها معنا كما قلت لكم ما نحك مطيشه ونحيدها. وديك الساعات غادي ندير كلشي ونشد عليه. ساهل، واصلا كيطيب دغيا الزربه، ما تغفلوش عليه. كيف ما شفتوا انا هنايا راني حكيت غير جوج ديال المطيشات، لحقاش حيت جوج فيهم يعني ملحمين هاد المطيشه، يعني هاد جوج بارك عليا. دابا غادي نقطع البصيله رقيقه ونرجع معاكم باش نديرو عاوتاني العطريه وتشوف العطريه اللي غادي ندير ليها. وراها بالنسبه لهذيك راه دايرها كتسلق، راه ان فوا غادي نسالي هاد الشرموله ديالها ونوجدها. غادي نحل عليها ونصفيها، غادي تشوفوا الماء ديالها كيكون كحل. غادي نصفيها وديك الساعات ندير لها شرموله ديالها ونردها طيب. هي دغيا كطيب كما قلت لكم، كتجي بنينه بحال دابا اللي كيبغي يبدل قطنيه من العدس بداك اللوبيا وداكشي. صراحه كتجي بنينه زوينه بزاف، انا كتعجبني حتى هي. كديروها كتجي بنينه بزاف، صدقوني غادي تعجبكم. وبهذه الطريقه اللي كندير لها انا. خليكم وكملوا الفيديو حتى الاخر، ما تمشيو فين. ودابا كما شفتوا انا راني قطعت البصله ديالي، ودابا غادي ندير المعدنوس القياس اللي على حساب عيني ميزاني. انا عندي درت رابعه ديال ديك فول قناوه. صافي غادي نكتفي بهذا الشيء. انا درت ندير غير المعدنوس بوحدو، راني يمكن نخلطش الربيع في الماكله كاع كامله، ما كنخلطش فيها الربيع. يا اما كندير المعدنوس يا اما كندير القزبر، على حسب كل حاجه وشنو كتبغي مع ايش كتواتى. كما شفتوا غادي ندوزو دابا للعطريه. وبالنسبه للعطريه اخوتي لا لا. ودابا اخواتي كما شفتوا فغادي نضيف العطريه دابا. راني سمحوا لي راني حتى كنت سجلت الصوت، ولكن اضطريت نمسحو لحقاش ولدي يعني بدا كيهضر يهضر، يعني الفيديو غادي يجي فيه صداع بزاف، اضطريت نمسح ونعاود من جديد. كما شفتوني فانا ضفت هنايا الابزار. كما شفتوا الابزار ماشي مشكل، واخا تكثروا منه شويه ماشي مشكل. غادي نضيف كذلك كما شفتوا الكمون غير شويه، ما تنديرش بزاف باش ما كيجيش مر. وغادي نضيف كذلك فلفله حمراء، اي كما كيقولوا فلفله حلوه. المهم هي هذيك فلفله حمراء. وغادي نضيف كذلك الملحه كيبقى حسب الذوق. ديما الملحه انا كنديرها غير بيديا، الا درتها بالمعلقه سبحان الله العظيم ما غاديش نعرف القياس، ديما تنديرها بيديا. وغادي نضيف الملون او الخرقوم، المهم اللي كان عندكم. انا اكتفيت فقط بالملون، جاني قريب ضفته. وكذلك الزيت الروميه، وكذلك كنضيفوا قطيره ديال زيت العود كتنسم لينا اكيد.
واللي عنده كتيرة فلما لا يدير يكتر منها زعما. انا عندي قليله الصراحه، المهم غير نسمت. الصراحه هي زيت العود راه زوينه زوينه بزاف لهادشي ديال القطاني. صدقوني كيجي رائع. كما شفتوا انا حليت عليه فقط، انا قلت لكم 3 دقائق ولا 5 دقائق فقط. شديت عليه بالصفاره باش يلاه دغيا شتي الماء كيطلق كحل. صفيت ديك الماء ومن بعد شحرت واحد شويه ديك شرموله شحرتها مع هاد فول قناوه. صافي من بعد ضفت واحد شويه ديال المرقه، مرقتها القياس على حساب القياس، ما نمرقوهاش بزاف باش كتجينا ملبيه وزوينه. صافي شديت عليها تقريبا عاوتاني واحد 15 دقيقه فقط. يعني قلت لكم تيطيب دغيا يعني طياب وكيجي لذيذ صدقوني الا جربتوه. فاكيد اللي جرباتو تقولها ليا في لي كومونتير. وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، وكنشكر الناس الجداد اللي دخلوا كذلك عندي. كنقول لكم شكرا لكم على المشاهده ديالكم، على اللايكات ديالكم، التعاليق الزوينين ديالكم، ولا يخطيكم علينا. وهذا هو المضمون فيكم صراحه. وكما درتو معايا راني هنا مرقت هذا خبيز ديالي هذا طيب ناضي. وها هي دي الغديوه وجدات ساهل ماهل الصراحه، وكيجي زويون لذيذ وبنين. الا جربتوه اكيد تجربوه وردوا عليا الخبر. بنين فول قناوه اللي ما تعرفوش ها هو ده والطريقه ديالو. باي باي.